انما جالنا لحد عندنا. لا يجيلنا ولا نروح له، احنا مش عايزين منه حاجة. ده كلام يا راجية، ده اخوكي شقيقك، هو انتوا ليكوا غير بعض؟ ده كان زمان قبل ما يعرف الاشكال اللي عارفها دي. محمود اخوكي في كل وقت يا راجية، زمان ودلوقتي. وهو بيعرف الست دي؟ لا. يعرف ده ايه؟ دي مراته. مراته وله عين يجيبها لحد هنا كمان؟ يا بنتي سواء قبلنا ولا ما قبلناش هو ده الامر الواقع. جوازة فاشلة، وان استمرت الشهر ده لا يمكن هتستمر الشهر الجاي. اديها شهرين كمان وبكره يفوق ويندم. حد في الدنيا يعمل عملته؟ ده اكيد الجنة. على كل حال العقل يقول انه مادام جالنا لحد عندنا ما نسيبهولهاش. يعني ايه بقى؟ يعني ما نديهاش فرصة تستحوذ عليه، لازم نبقى دايما معاه. يا عمتي اسمعي كلامي بس يا راجية، قومي سلمي على اخوكي وتصالحي معاه. وعلى رأيك هي اللي بره وانت اللي جوه. مش طايقة ابص في وشها. معلش يا حبيبتي استحملي. السهتانة البلافة دي. يلا يلا بس وخلي دماغك كبير، واوعي تغلطي عشان محمود ما يمسكش علينا فرصة. والله ما انا عارفة اقول لك ايه يا عمتي. يلا بس يلا. سعيدة. اهلا يا راجع. سعيدة ده ايه واهلا ايه؟ بالاحضان يا ولاد، بقى الاخوات يتقابلوا بالشكل ده. انا عارفة. ازيك يا محمود؟ ازيك انت؟ بقى تروحي كده وتقولي عدولي؟ هو انا برضو اللي قلت عدولي ولا انت؟ ما خلاص بقى عايزين ننسى اللي فات. مظبوط يا بنتي. يعني ما سلمتيش على نعمت؟ لا ما تسلمش عليها ازاي، دي مرات اخوها وهيبوسوا بعض كمان. ازيك؟ ازيك انت؟ وايه بقى الحكايه اللي انا سامعها دي؟ حكاية ايه؟ انت صحيح عايزه تبيعي بيت الحلميه؟ ايوه. ما بحوش ليه؟ طيب مش تاخدي رايي؟ اخد رأيك؟ ما انت مخاصمنا ولا سائل فينا. انا اللي مخاصمكوا ولا انتوا؟ والله اللي يعمل فينا العمايل دي يبقى مخاصمنا. ما قلنا ننسى اللي فات. لا، ومع ذلك انت هتمانع ان انا ابيع البيت؟ طبعا امانع، لان في تقسيمه جديده طالعه في المنطقه دي، والشارع اللي طالل عليه البيت هيبقى شارع رئيسي. الله، وانا ايش عرفني؟ المفروض انك تسالي اللي يعرف. طب الحمد لله يا ابني، دي كانت هتمضي العقد بكره. اوقفي البيعه طبعا. حاضر. وانت عامله ايه في شغلك؟